السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة رمضانية. وكالعادة بنكون معاكم أنا مصطفى سعيد كل يوم جمعة من 7 ل 8 على راديو رسالة. تقدروا تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا 035 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك سهرة رمضانية راديو رسالة. في الحقيقة النهاردة كنا حابين نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية وإحنا لسه بنستقبل شهر رمضان. موضوع يمكن من الموضوعات اللي ناس كتير بتغفل عنها ومش بتاخد بالها منه. النهاردة حابين نتكلم عن القيمة. القيمة شيء مهم في حياتنا، ولو احنا ما عرفناش قيمة نفسنا او قيمة اللي احنا بنقدمه مش هيبقى عندنا الدافع ولا الحافز اللي احنا نقدمه عشانه. علشان كده خلينا نبدأ معاكم بالقصة القصيرة دي اللي حصلت حوالي سنة 1967. كان في مجموعة من العلماء كانوا جايين من قارة أوروبا لقارة أفريقيا علشان يكتشفوا الماس والذهب. مجموعة العلماء دول أو فريق العلماء دول اللي كان جاي بيكتشف العنصرين النفيثين الغاليين دول كان بيدور عليهم علشان يعمل عليهم أبحاث. فقرر الفريق العلمي إنه يعني يقيم في المكان اللي هو جاي يبحث فيه عن الماس والذهب لمدة على ما يجيب اللي هو عايزه أو على ما يوصل للي هو عايزه. المهم كان من ضمن الفريق ده واحد عنده حوالي 30 سنة. الراجل ده كان عالم المعروف عنه انه نشيط جدا، ولدرجة نشاطه يعني لم يذكر له انه فشل في اي عمل من اعماله. المهم الراجل ده كل يوم يستيقظ في ساعة مبكرة من الصباح ويعود في ساعة متأخرة من الليل وهو بيبحث عن الماس أو الذهب فمش لاقي. وبعد فترة من الزمن قرر إن هو يرجع مرة تانية لبلده لأنه الأيام دي كلها عدت عليه بلا جدوى. وبعدين وهو مروح في طريقه عشان يعمل إخلاء للإقامة بتاعته في الفندق اللي هو مقيم فيه، الراجل ده رجع ووجد طفل صغير في طريقه. وبعدين لقى معاه قطعة تقريبا كانت قطعة من الماس. لما شك في كده طلبها من الطفل، فالطفل اعترض وقرر انه ياخد منه قطعة من الحلوى في مقابل انه يديله قطعة الماس اللي معاه. المهم لما شك في كده ادى للولد اللي هو عاوزه وفعلا اخد منه القطعة وروح البيت وقعد يتفحصها. وبالفعل وجد ان القطعة اللي هو خدها من الولد في مقابل قطعة بسيطة من الحلوى هي اكبر قطعة ماس شافها في حياته. من القصة دي نتعلم حاجة مهمة جدا. نتعلم انه الانسان لازم يكون مقدر قيمة اللي هو بيعمله وقيمة اللي بين ايديه. ولو الانسان ما قدرش قيمة ده او ما عرفش قيمة ده مش هينجح في حياته. تخيل الولد الصغير ده لو كان يعرف ان قطعة الماس اللي كانت بتساوي تقريبا ما يزيد عن 200 ألف دولار في الوقت ده وكانت غالية جدا، كانت ممكن تغير حياة الطفل ده لحياة أحسن من المجاعة اللي هو كان عايش فيها، وكانت ممكن تنقل حياة الحي اللي هو كان عايش فيه للأحسن. لكن علشان الولد ده ما يعرفش قيمة اللي كان في ايديه بغض النظر عن الموقف ده، الا انه طبعا اخد منه القطعة دي وهو موقف غير اخلاقي لان الولد لا يدرك اصلا اذا كانت الحاجة دي ثمينة او نفيسة او لا. المهم اخد القطعة دي ورجع بيها فعلا لبلده وقد ربح ربحا كبيرا. المهم قيمة الشيء اللي بين ايديك الولد ما قدروش، وانت كمان لو ما قدرتش قيمة اللي انت بتعمله وما عرفتش قيمة اللي انت بتعمله في حياتك مش هتنجح فيه ومش هتكمل فيه. خلونا نكمل النهاردة عن قيمة العمل وازاي نحس بقيمة العمل اللي احنا بنقدمه واللي احنا بنعمله. كل ده هنعرفه بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنفكر حضراتكم بأرقامنا مرة تانية. أرقامنا هي 010 14 80 70 06 أو من أي خط أرضي على 35062. قيمة العمل وإحنا في رمضان خد بالك لازم تبقى واخد بالك كويس جدا إنه العمل ليه قيمة كبيرة. قيمة العمل يكلمنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع مجموعة من أصحابه وهم قاعدين فعد عليهم شاب. الشاب ده كان يعني أعجب الصحابة بمدى نشاطه ومدى حماسه ومدى الجلد اللي هو كان فيه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يا رسول الله في سبيل الله. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وما سكتش عن ده وقال لهم إذا كان هذا الرجل قد خرج يسعى على عياله فهو في سبيل الله. للأسف وقت حلقتنا انتهى. قيمة العمل
قيمة عظيمة. الموضوع لسه فيه كلام كتير، إن شاء الله نكمله في حلقة تانية. تقدروا تستنونا في مرة تانية يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، من الساعة 8 للساعة 9 على راديو رسالة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.